لك يسعد لي مساكم يا احلى اخوه واخوات، الله يجبر بخاطركم كل واحد عم يحضر الفيديو ويشاهده على الاخير، واللي عم يعمل لايك للفيديو. بدي اخذكم معي اليوم لسوق البازار، هي اول مره بروح فيه على البازار بسوريا. بصراحه مصدومه 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 من اللي شفته. عن جد الله يكون بعون سوريا والشعب السوري، الله يكون بعون الفقير والمعتر. عن جد شي بيوجع القلب لو تشوفوا الخضره كيف شلون بتنباع بالارض. انا كتير تعبت وكتير مقهورة، يعني من اللي شفته انقهرت. بس يلا الحمد لله رب العالمين، واللي بيرضى بيعيش يا جماعة. اللي بيرضى بيعيش. ده تقولوا لي لا حدا يرضى بالقليل، احيانا يا جماعة مو بكيفنا بنرضى بالقليل، نرضى فيه لانه خلص نحن هيك يعني هيك مفروض علينا. بس يلا الحمد لله. المهم تعالوا بدي تشجعوني تحضروا الفيديو لايك للمتابعة. ليكوا القعدة هون بيلعبوا الاولاد، هي حوالي الاوضة على السطح، وهي الاوضة هون اكلوا خربوا الدنيا. قايمه لقيامه عند الاولاد. وانا هون عم بقعور كوسه. جبت كيلين باذنجان وكيلين كوسه. الباذنجان فيه شويه مرار بيأثر على المحشي. بصراحة الأولاد قالوا لي لك يا ماما شلون بدك تطبخي لنا محشي بس هدول؟ قلت لهم ليش؟ قال لك هدول ما بكفونا، بالعادة بتعملي لنا طنجرة كتير كبيرة. قلت لهم يا ماما هذا الموجود الحمد لله، شو بدنا نعمل؟ رح أعملكم معه شوية ورق عريش بتزيد الكمية. قالوا لي ايه. هون انا عم بشتغل ورمضان عم بيصورنا ويزن عم بيلم الاوضه، وساره عم تجلي الجليات الله يجبر بخاطرهم ويبعث لهم ايام احلى من هالايام. بس بدي اقول لكم شغله، الاولاد كتير مبسوطين ومرتاحه نفسيتهم. بقولوا لي يا ماما يعني الحمد، يمكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قعدت 20 يوم عند العالم يا جماعة، ما كانت من عبس، رب العالمين بيعلم بالحال. يمكن لو قاعدة فورا بهالأوضة أولادي كتير كان ما عجبتهم وكتير تضايقوا، بس قد ما تضايقنا بالقعدة على وجه العالم قاعدين بهالأوضة الأولاد مبسوطين، يعني الحمد لله مرتاحين. بس عم بيلاقوا شوية صعوبات طبعا. هون يزن عم بيقول لي لك العالم بيحبوا روتيناتي اكثر من روتيناته. قلت له ايش عرفك؟ قال لي انا بعرف. وهون طبعا يزن عم يرقص ومبسوط وعم بيلم البيت. على فكره كل اول ما جينا يزن عم بيلم البيت. هي يزن جنبي، مين بتحبوا روتيناتي انا ولا يزن يا اكيد جماعه؟ انا، اكيد انا يا جماعه، اكيد. اكتبوا لنا بالتعليقات مين بتحبوا روتينات مين، روتيناتي انا ولا يزن. يا جماعه بعد ما خلصنا الاوضه كنسنا حطينا الغراض فوق، زتيت الجلي صار عم تجلي. هون نحن بنجلي الجليات تحت مية الخزان، وشطفنا هي قدامنا كلياته. وهون جود رايحه جايه عم بتحوص بطلوص. يا جماعه اللي بيقول انه انا روتيناتي احسن من ماما يحطوا بالتعليقات يزن لا يزن حطوا يزن. ايه، واذا هاي يحطوا زهره. وهون بعد ما خلصنا شطف قدام يزن عم البيت بيرتب اكيد يعني. يزن عم بيرتب، عم بيقول لي يا ماما انا ما بتحمل هيك البيت. بقول له لك يلا شوي شوي بنرتبه. هون خلصت عورت الكوسايات، ان شاء الله بكره بنزلكم، بكره بنحشيهم سوا ونصور الفيديو بنحشيهم. يا جماعه بدي اصير اعمل مقالب بالاولاد، شو رايكم؟ تشجعوني على هالنقطه. وهون خلصنا ترتيب. لايك للفيديو الله يجبر بخاطركم، لا بدي منكم شحن ولا دعم. هون بمشاهدة الفيديو يمكن انتم تكونوا سبب لتغيير حالي وحال هالولاد. الله يسعد قلبكم. ضبينا الخبز فوق السنجاد، رتبنا البيت، شطفنا العتابة. وهون هي اخر لمسة بالبيت. لا تنسوا تتابعوني وانا بنشر على التيك توك، اسم قناتي صفحتي على التيك توك زهرة حلب واولادها. الله يسعدكم. سلام.